كتير بيقولولك اختار مدة الوديعة اللي تناسبك، لكن محدش بيقف معاك خطوة خطوة عشان تعرف يعني ايه تناسبك. النهاردة مش هنعدي النقطة دي مرور الكرام، هنعمل خريطة ذهنية تمشي بيها على أي موقف أو هدف، وبعد كده هنعرض أمثلة لناس مختلفة في حياتنا ونشوف كل واحد اختار ازاي. ولما تخلص الفيديو هتكون قادر تحدد المدة المناسبة لفلوسك وأهدافك من غير ما تعتمد على رأي موظف البنك أو نصيحة عامة مش معمولة على مقاسك. عشان تقدر تحدد مدة الوديعة المناسبة ليك فعليا لازم تجاوب على 5 أسئلة أساسية، ودي اللي هتبني عليها القرار. يلا نخش فيهم واحدة واحدة ونطبق عملي قدامك. احنا هنقول الأسئلة، وبعد كل سؤال هوريك ازاي تطبقه عملي خطوة خطوة على ورقة قدامك، وكمان هندعم الشرح بأمثلة عشان الموضوع يبقى واضح 100%. السؤال الأول، ايه الغرض من الوديعة أصلا؟ يا ترى بتدخر لهدف معين زي شراء جهاز أو لفرح أو مقدم شقة أو للتعليم، ولا هدفك انك تحافظ على الفلوس مؤقتا علشان ما تتصرفش لحد ما تشوف هتستخدمها فين، ولا انت عايز دخل ثابت من العائد سواء شهري او كل 3 شهور؟ ازاي بقى نطبق اول سؤال عملي في اختيار المدة؟ اقطع ورقة صغيرة او افتح ملاحظة على موبايلك، حط عنوان الغرض، اكتب اجابة صغيرة وصريحة زي مثلا مقدم شقة بعد 2 سنين، او مخليها ظروف وطوارئ، او دخل شهري للمعيشة. لو كتبت هدف واضح زمنيا حدد التاريخ او الفترة التقريبية، مثلا بعد 18 شهر. اما لو الهدف عام اكتب قصادها كلمة سيولة. خلاص، لو الغرض واضح ده هيقود اختيار المدة مباشرة. اكتب الغرض وحطه قدامه محدد او عام. لحد كده كويس. نتحرك للسؤال التاني. السؤال التاني، توقيت الحاجة للفلوس، يا ترى هتحتاجها بعد قد ايه بالظبط؟ وهل في احتمال تحتاجها قبل الميعاد ولا لا؟ شوف التاريخ اللي كتبته قدام الغرض، وبعد كده حول التاريخ لشهور او اسابيع. مثال 18 شهر بيساوي 1.5 سنة. هتقيم احتمال السحب المبكر. هل وظيفتك مستقرة؟ في مشروع ممكن يحتاج الفلوس؟ اكتب قدام الهدف هتحتاج الفلوس بعد كام شهر بالظبط، ودون نسبة احتمال السحب. مثلا احتمال سحب 30% من المبلغ. لو التاريخ قريب او اقل من 3 شهور فكر في ودائع قصيرة او حساب توفير، لكن لو بعيد تقدر تروح لمدة اطول. خلصت التقدير الزمني؟ تمام، نكمل. السؤال الثالث، مرونة السيولة. هل مهم يكون عندك القدرة تسحب المبلغ بسرعة لو حصل ظرف، ولا تقدر تربطه وتنساه؟ اسأل نفسك بصراحة. عندي مصدر احتياطي، حساب جاري، بطاقة ائتمان، ظرف طارئ. حدد نسبة من المبلغ لازم تفضل سايلة للطوارئ، غالبا 20 أو 30% كقاعدة مبدئية، لكن لو مفيش بديل خلي السيولة أعلى. اكتب على الورقة جزء سائل بيساوي كام في المية وطبقها على رصيدك. يعني مثلا لو معاك 30,000 جنيه وخليت منهم 30% سيولة يعني 9,000، دي هتخليها ودائع شهرية أو حساب توفير. خلصت تقسيمة السيولة؟ يلا نروح للفكرة اللي بعدها. السؤال الرابع، العائد المتوقع. هل هدفك تعظيم العائد حتى لو السيولة قلت، ولا العائد مش أولوية قد السيولة؟ افتح موبايلك أو اكتب على الورقة ودون نسب العائد في بنكين أو 3 بنوك. قارن بين مدة 3 شهور و6 شهور وسنة وشوف الفرق بالأرقام. حدد معيار بسيط، لو العائد الأطول أعلى وأكتر من 1.5% سنويا ده ممكن يبرر الالتزام لمدة أطول. اكتب القرار كده قدامك، بحب العائد أكتر، نعم أو لا. لو هتميل للعائد خلي جزء أكبر في مدة أطول، لكن خليك محافظ على الجزء السيولة. تأكدت من المقارنة؟ ممتاز. السؤال الخامس، تقسيم المبلغ. هل ممكن توزع المبلغ على ودائع بمدد مختلفة علشان توازن بين العائد والسيولة؟ اختار قاعدة تقسيم بسيطة، 2 أو 3 شرائح. مثال بسيط، سائل 30%، متوسط من 6 شهور ل 12 شهر 40%، طويل 30%. طبق النسب على رصيدك واكتب خطة واضحة. 9,000 جنيه عايزهم بعد شهر، 12,000 جنيه عايزهم
عايزهم بعد 6 شهور. 9000 جنيه عايزهم بعد سنة. خلي الخطة واضحة واطبعها أو صورها وادخل بيها البنك. لو محتاج مساعدة اطلب من موظف البنك يساعدك على توزيع المبلغ حسب الخطة. لو جاهزين نطبق مع أمثلة عملية يلا بينا. دلوقتي بعد ما خلصنا التطبيق العملي لكل سؤال بقى عندنا خريطة ذهنية واضحة نقدر نطبقها على أمثلة حقيقية. المثال الأول وليكن شاب موظف جديد، الغرض الأساسي شراء موبايل بعد 6 شهور. هنا التوقيت محدد 6 شهور. بالنسبة للسيولة لا حاجة للسحب قبل الموعد. بالنسبة للعائد يفضل أعلى عائد ممكن في المدة دي. طب تقسيم المبلغ، لو المبلغ كله مخصص للموبايل يبقى هيتحط كله في وديعة 6 شهور. لو محتاج منه جزء للطوارئ ممكن تقسم زي ما شفنا في الخريطة اللي شفناها قبل كده. لو هدفك محدد بزمن اختار مدة قريبة من التاريخ بالظبط، مش طويلة قوي ولا قصيرة قوي. المثال التاني الأسرة الصغيرة، الغرض مقدم شقة بعد سنتين. بالنسبة للتوقيت واضح بعد 24 شهر. بالنسبة بقى للسيولة هنا احتمالية السحب منخفضة جدا، يبقى الحل وديعة سنتين أو شهادة بعائد أعلى. لما التاريخ يكون بعيد ومحدد أكتر حاجة تحميك من خسارة العائد هي اختيار مدة تناسب التاريخ بالظبط أو تقسمها لودائع سنوية. المثال الثالث عندنا رجل أعمال صغير، الغرض الأساسي احتياطي تشغيل. بالنسبة للتوقيت فهو ممكن يحتاجهم الشهر الجاي أو في أي وقت، كده هو هيحتاج نسبة سيولة عالية. يبقى الحل ودائع شهرية أو كل 3 شهور زائد جزء في حساب جاري. لو بتشتغل في بيزنس فيه فرص ومخاطر لازم تكون مرن. السيولة السريعة أهم من فرق عائد بسيط. المثال الرابع عندنا رجل المعاش أو المتقاعد، الغرض هو عايز دخل شهري ثابت. التوقيت هنا طويل الأجل ومفيش نية للسحب، يبقى الحل وديعة سنوية أو نصف سنوية بعائد يصرف شهريا على الحساب. لو محتاج دخل ثابت اختار دورية صرف مناسبة ومدة تديك أعلى عائد بدون المخاطرة بالسيولة. المثال الخامس عندنا هو الطالب جامعي، الغرض الحفاظ على المبلغ مع إمكانية استخدام جزء منه. التوقيت هنا غير محدد بدقة، يبقى الحل قسم المبلغ بين ودائع كل 3 شهور أو شهرية. بالنسبة للطلاب قسموا جزء سائل وجزء شغال. آخر مثال عندنا هو شخص بيخطط لفرح بعد 1.5 سنة، الغرض هنا هدف محدد بعد 18 شهر. الحل قسم بين وديعة سنة ووديعة 6 شهور أو وديعة 1.5 سنة على طول لو متاحة. لو هدفك متوسط المدة زي سنة أو سنتين يبقى الأفضل إنك تزود مدة الوديعة شوية علشان تستفيد بعائد أعلى بدل ما تحطها في مدة قصيرة. الخلاصة المدة الزمنية للوديعة مش قاعدة ثابتة، لكن هي قرار شخصي جاي من إجاباتك على الخريطة الذهنية اللي شرحناها: الغرض، التوقيت، السيولة، العائد، وتقسيم المبلغ. لو طبقت الخطوات عمليا وكتبت الغرض وقست التاريخ وقررت سيولة الطوارئ وعملت مقارنة بالنسب العائد واخترت خطة تقسيم واضحة هتعرف تختار المدة المناسبة بنفسك وتدخل البنك وانت واثق. وافتكر دايما اسأل البنك عن الحد الأدنى للربط ودورية صرف العائد وشروط كسر الوديعة قبل ما تمضي. اختيار مدة الوديعة قرار بسيط لو اتعمل بمنطق صح. تابعونا في باقي الحلقات، هيكون في مواضيع كتير عن الاستثمار في البنوك. دمتم بخير وإلى اللقاء.